اهلا بيكم في فيديو جديد لفيلم جديد. قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بنعمله. بنتعرف في اول الفيلم على فيك شغال في شرطة لوس انجلوس، وهدفه الرئيسي انه يقبض على تاجر مخدرات اسمه تيجو، وهو في كبسة على واحد من الفنادق مع شريكته في الشغل أليكس عشان يقبضوا على تيجو. الدنيا بتضرب منهم اول ما بيطلعوا من الاسانسير وبيلاقوا واحد مستنيهم علشان يضرب عليهم نار. بيخلصوا عليه وبيخشوا على تيجو، وهو وفيك بيضربوا في بعض شوية، ونضارة فيك بتقع وبنعرف انه نظره مفيش. وبسبب كده تيجو بيعرف يهرب، واليكس هي اللي بتكمل المطاردة ورا تيجو لكن بتخسر حياتها بسببه. بعد 6 شهور من الحادثة دي بنتعرف بعدها على ستو، سواق اوبر محترم بوظيفة مش حاببها خالص، وشغال كمان في سوبر ماركت ومش حابب المدير بتاعه خالص. ستو بيحب زميلته بيكا واللي كان بيخطط انه يفتح معاها جيم، لكن دي مجرد خطة علشان يشوفها اكتر ويقرب منها مع الوقت. للأسف ستو كان لسه عنده مشكلة في شغله لأنه تقييمه كسواق كان نازل على الآخر، وكان لازم يحافظ على 4 نجوم وإلا هيخسر الشغلانة والعربية اللي مأجرها، لكن تقييمه كان واقف عند نجمة بسبب الزباين بتوعه. فيك كان لسه مهووس بتيجو علشان ينتقم لزميلته، لكن المديرة بتاعته بتقوله إن القضية خلاص هتنتقل للإف بي آي. فيك بيقرر يروح يعمل عملية الليزك علشان يعدل نظره، لأنه كان شايف إن ضعف نظره هو اللي خلاه يخسر زميلته. بيعمل العملية لكن العين محتاجة وقت علشان تتعود ورؤيته كانت ضبابية شوية. الدكتور بيسيبه بنضارة لازم يفضل لابسها طول اليوم لحد ما نظره يرجع تاني. بيطلع هنا على مطعم مع بنته بعدها، ولما بيقعدوا بيوعدها انه هيحضر المعرض الفني بتاعها اللي كان في نفس اليوم. في نفس اليوم بيجيله مكالمة من المخبر بتاعه اللي بيقول له على عملية بيع هتحصل النهارده وتيجو طرف فيها، فبيقرر انه يروح علشان يعرف منه كل حاجة. فيك الحماس بياخده، بيقرر ياخد بعضه ويطلع على المخبر في ساعتها مع انه مش بيشوف اساسا. بياخد العربية بتاعته وبيطير على المكان، لكن ما بيعديش غير كام متر وبيكون عامل حادثة. فيك بيقرر يكلم سواق اوبر، وطبعا ستو هو اللي بيوصل. لما فيك ركب العربيه ستو طول الطريق ماشي على مهله علشان ما يكسرش اي قاعده، وفي الاخر بيوصل للمخبر. فيك هنا بينزل من العربيه وبيقول لستو يستنى لحد ما يطلع علشان يرجع له تاني. لما بيخش المكان كان لسه بيخبط في كل حاجه قدامه، ولما عرف يوصل لجوه المكان لقى المخبر بتاعه ميت، وعرف ساعتها انه وصل متاخر جدا. ستو كان قاعد في العربيه مستني فيك، ومره واحده بيلاقي بيكا بتكلمه بتقول له انها لقت على تليفون حبيبها صور لستات كتيره، وعرفت من كده انه بيخونها وزهقت منه وانفصلت عنه خلاص، وبتقول له انها عايزه تنعزل عن العالم. هو حس انها في ازمه فبيقول لها خلص التوصيله اللي معايا دي وعدي عليكي على طول. فيك بيطلع وبيركب العربيه وبيطلب من ستو يوصله على مكان تاني، واللي طلع مالها ليلي. لما فيك بينزل من العربيه بيطلب من ستو ينزل معاه علشان يساعده لانه مش شايف خالص. ستو بينزل معاه وبيخش المالها الليلي. فيك بيخش على المديره وبيسالها على مكان تيجو، وهي كان عندها شويه معلومات لكن ما كانتش عايزه تتكلم. فيك طلع شويه فلوس من جيبه وقالت له على زميل تيجو امو اللي كان معاه في السجن. في نفس الوقت ستو كان مستنيه بره، فبتجيله مكالمه من فيك بتقوله انها عايزه تتفرج على فيلم لما هاري قابل سالي، والفيلم ده كان ليهم معاه ذكرى حلوه. لما فيك بيطلع من المكان بيلاقي ستو بيحاول يفتح العربيه لكن مش لاقي المفاتيح، فبيطلعها وبيقول له بتدور على حاجه. ستو بيقول له المفاتيح دي بتاعتي، فبيقول له هتاخدها لما اخلص كل اللي انا عايزه. بنشوف بعدها المديره بتطلع وبتبص على العربيه وبتكلم حد في التليفون وبتقول له انت صح، كانوا هنا من شويه وكان في 2 منهم. لما بيوصلوا العنوان اللي خده من مديره المالها بيخشوا بيحاول يعرف منهم اي حاجه لكن مفيش حد راضي يتكلم. بيهددهم وبيقول لهم انا لو ما سمعتش شويه معلومات حالا هحط رصاصه في قلب كل واحد. بيجيله حيله وبيعرف منها مين فيهم امو، فبيقرر يقبض عليه وبيطلع يحطه في العربيه وبيرجع علشان يشوف باقي الشله عارفه ايه. ستوكر رافض الفكره دي تماما، لكن فيك بيقول له خد المسدس ده وما تخافش لانه على وضع الامان، ولما اطلع من البيت هخليك تمشي وتعمل اللي انت عايزه في العربيه. امو بيعرف ان العربيه دي عربيه اوبر وان ستو مش شرطي، فبيقعد يضرب في الباب وفي الاخر بيكسر الازاز علشان يطلع. وستو بيحاول يهدده بالمسدس لكن مفيش فايده، لكن بتطلع رصاصه من المسدس بالغلط وبتلبس في رجل امو وبيقعد يصوت من الالم. لما فيك بيرجع وبيلاقي المجرم مضروب عليه نار ومغمى عليه بيحاول يفوق فيه، ولما بيفوق شويه بيكون خايف وبيهرتل بالكلام. ففيك بيقرر ياخده على عياده فيها احد اصدقائه، ولما الدكتور بيعالجه بيطلع الرصاصه. بيخش على فيك وبيلعب معاه البخت شويه علشان يقول له على مكان العمليه. فيك بيقعد يعذب فيه شويه وبياكله ضرب لكن مفيش فايده. ساعتها ستو بيخش عليه وبيقول لفيك اشتغل بذكاء مش بجهد. ساعتها بيمسك تليفون امو وبيفتحه وبيفتح تويتر وبيقول له انا هنشر شويه تويتات حلوين جدا هتخلي كل اللي يعرفك يضحك عليك، وبيكتب شويه حاجات محرجه وبيوريها له قبل ما ينشرها. وفعلا امو بيخاف وبيقول لهم على مكان العمليه، وبيقرر ستو يمشي بعدها وبيركب العربيه. لكن تاني حاجة بتشوفها انه داخل العيادة تاني وفي واحد حاطط مسدس على دماغه، ففيك بيمسك امو بيحط مسدس على دماغه هو كمان. ستو بيغمى عليه من الخوف وساعتها ضرب النار بيشتغل، ولما ستو بيفوق بيروح على فيك. فيك بيقول انه مش بيشوفه، بيطلب منه يرمي اي حاجة على العصابة وهو يضرب عليهم من الصوت.
لما بيخلصوا على العصابه ستو بيقول له ده مش مكاني، الشغل معاك خطر، ففيك بيقول له استرجل كده وخليك راجل ولازم نخلص المهمه دي علشان قربنا خلاص نقبض على المجرم. ما بيستناش رد، بيخش يركب العربيه بياخده بيطلع على معرض بنته، بيطمن عليها وبيديها مسدس وبيطلب منها مفاتيح البيت علشان مفاتيحه ضاعت، وهي بتعرف انه مهتم بالشغل بتاعها اكتر منها، فبترمي له المفاتيح وبتسيبه وتمشي. كان رايح البيت علشان يجيب شويه اسلحه لكن ما كانش فيه اسلحه كفايه، فبيفكر بصوت عالي وبيقول له لازم نلاقي محل يبيع لنا اي سلاح دلوقتي. ستو بيقول المحل بتاعي بيبيع اسلحه للصيد، فبيقول له يلا تعالى نروح فورا. لما بيخش المحل بيجيب عربيه وبيجمع فيها شويه اسلحه تكفي كتيبه بحالها، وهم في المحل بيكا بتكلمه وبتقول له لو مش عايز تيجي خلاص براحتك، انا فاهمه انت بتعمل كده ليه، وبتقول له حبيبي هكلمها واعتذر وانا مصدقه نوعا ما، فبيقول لها لا اوعي ده راجل ما يستاهلش. بعدها بيحصل بين فيك وستوم شده كلاميه بينتهي بيها الامر المشكله كبيره قوي، فبيقعدوا يضربوا ببعض ويحدفوا بعض بحاجات في المحل حوالي ساعه ونص تقريبا. ولما بيخربوا المحل بيخش عليهم المدير بتاع ستو. المدير ما كانش مصدق الموضوع وقاعد يهين في ستو كالعاده، وفي الاخر بيكون ستو جاب اخره خلاص فقرر انه يرد عليه وبيستقيل من الشغلانه في الاخر. في العربيه فيك بيحاول يقنع ستو انه يساعده في طلعته مع الصفقه دي، لكن ستو كان رافض لان فيك شرطي وهو مدني عادي، ولو عمل اي حاجه خاصه بالسلاح او اي حاجه مخالفه هيتقبض عليه، وهو مش ناقص لان حياته كده كده خربانه بما فيه الكفايه. بيحاول ستو يقنعه يبطل اللي بيعمله ده ويكلم الدعم او يكلم الزملاء علشان يساعدوه بدل ما هو متبهدل ومبهدله معاه. وفي الاخر بيقرر انه يكلم المديره بتاعته، ساعتها هي كانت في عياده الدكتور اللي عالج امو. فيك بيقول لها على كل اللي عارفه وبيقول لها انه في الطريق للعمليه، ولما بتقفل المكالمه بتقتل الدكتور، وبنعرف هنا انها خاينه لقسم الشرطه بتاعها. ستو بيوصل فيك لمكان التسليم وبيمشي. في العربيه ستو بيكلم بيكا وبيقرر انه يقول لها على مشاعره، وبيقول لها انه بيحبها من زمان، وبيقول لها انه كان عاوز يفتح معاها مشروع بس علشان يقرب منها ويخليها تحبه، لكن الموضوع مش ناجح ومش هيعرف يخبي مشاعره اكتر من كده لان الموضوع بقى صعب عليه. بتقول له يعني دي غلطتي دلوقتي ولا ايه، لكن هو بيقطعها وبيقول لها انها غلطته هو، وبيقول لها انه مش هيعرف يفتح مشروع معاها دلوقتي واللي بيحصل ده مش هينفع، وهي بتسالهم كانوا هيفضلوا اصحاب مع بعض ولا لا، لكن هو بيقول لها مش هعرف عشان مشاعري ناحيتك اكبر من كده، وبيقرر يقفل الخط بعدها. لما بيقفل الخط بيلاقي عربيه شرطه واحده رايحه في الاتجاه اللي ساب فيه فيك، وده خلاه يشك في الموضوع شويه. فيك بيحاول يظبط الاسلحه وبيحط القناصه وبيستعد، لكن نظره كان ضايع خالص وكانوا بالليل فالموضوع بقى اصعب اكتر. وساعتها المديره بتاعته بتوصل لوحدها وهو كان مبسوط ان الدعم وصل، لكن هي بتنزل وبتطلع المسدس وبتقول له يرمي كل اسلحته، وبتقول له ان الاف بي اي اخذ القضيه علشان كان شاكك ان في جاسوس لتييجو عند الشرطه، والصراحه كانوا صح، وبتعرفه كمان ان هي اللي قتلت المخبر بتاعه وبتضربه رصاصه في كتفه وكانت لسه هتخلص عليه، لكن ساعتها ستو بيخش عليها وبيشيلها بالعربيه بتاعته وبيحدفها 10 متر ورا. فيك بيركب العربيه وستو بياخد ديله في اسنانه وبيطلع جري بالعربيه. العصابه بتجري وراهم بالعربيات وبيخبطوا عربيه ستو جامد والعربيه بتتكسر. ساعتها ستوك بيتعصب على الاخر وبيبتدي يسرع بالعربيه. ستو كان سايق وفيك بيمسك السلاح وبيحاول يضرب عليهم نار، ومن حسن الحظ ان النظر ابتدى يرجع شويه لكن كان لسه ضبابي، لكن بسبب خبرته مع السلاح بيعرف يخلص على سواق العربيه اللي فيها تيجو، وستو بيكمل بالعربيه. فيك بعدها عرف يخلص على كل رجاله تيجو تقريبا، لكن بعد شويه العربيه بتقف. فيك بيساله ايه اللي حصل، فستو بيقول البطاريه خلصت. ما كانوش عارفين هيعملوا ايه في المصيبه اللي هم فيها دي، وقبل ما يفكروا في اي حاجه تيجو بيوصل بالعربيه بتاعته وبيخبط فيهم وعربيتهم بتطير وتتقلب. ومن حسن الحظ ان الاثنين بيطلعوا سلام من الحادثه دي، وستو كان هيموت من الزعل على عربيته اللي مأجرها ومش معاه فلوس علشان يدفع ثمنها، لكن كان مبسوط علشان فيك لسه عايش وسليم. فيك كان مصاب شويه، فستو بيسنده وبياخده جري على المصنع اللي جنبهم، وتشيجو بيجري وراهم بالسلاح بتاعه. بيجمعوا اللي شغالين في المطعم وبيستخبوا في عربيه، وواحد منهم كان هيكلم الشرطه لكن فيك بيقول لهم لا علشان ما نعرفش مين اللي بياخد رشوه منهم. فساعتها ستو بيجي له فكره جهنميه وبيقول للكل يطلع تليفونه ويطلب عربيه اوبر. تيجو كان بيدور في العربيات وهم مش عارفين يعملوا ايه، ففيك بيقوم وبيشغل العربيه وبياخدها ويطلع بيها من المصنع، لكن بسبب نظره بيعمل حادثه وتيجو بيعرف يوصل لهم تاني وبيهددهم بالمسدس. ساعتها بتوصل كل عربيات الاوبر اللي اتطلبت، وساعتها فيك بيهجم عليه. تيجو دور فيهم الضرب هما الاثنين، وستو مسك مسدس وكان هيضرب عليه لكن المسدس كان فاضي، ومره واحده بتظهر بنت فيك ومعاها مسدس وبتهدد بيه تيجو، لكن تيجو بيعرف يضربها وبياخد منها المسدس وبيقرر انه يقتلها ويضرب عليها نار، لكن ستو نط قدامه الرصاصه وفيك نط على تيجو وكان هيقتله، لكن بنته بتهديه علشان ما يعملش جنايه. وساعتها البوليس بيوصل واخيرا بيتم القبض على تيجو، وتاني يوم الشله بتفوق في المستشفى، وفيك بيعرف ان اجرته فوق ال 5000 دولار بشويه، لكن بيدي 5 نجوم لستو علشان كان يستحق، وبنته بتشكره على انقاذ حياتها وكل حاجه بتبقى تمام. وهنا يخلص فيلمنا. لو عجبك دوس لايك واشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بنعمله.